رواها لي الأمير خالد الفيصل الله يحفظه وسلمه. الله يحفظه. الأمير الشاعر. نعم، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة دام الله عزه، يرويها عن طبعا هذه القصة بينه وبين الملك سلمان الله يديم عزه عندما كان أمير للرياض. طبعا يقول أنا لما صدر الأمر بتولي أمارة عسير، يقول أنا ما كان عندي خبرة في أعمال الإمارة، فأحببت أني أستشير رجل له خبرة في هذا الأمر، فما وجدت أفضل من سلمان بن عبد العزيز. ما في شك. فاستأذنته أني أقابله، وطبعا قابل طويل العمر ويقول هنأني، فقلت له يا طويل العمر أبيك تنصحني وش أسوي؟ قال كلمات أنا أعتبرها يعني تسطر بماء الذهب. قال يا خالد أنصحك بثلاث نصائح. الأولى اسمع من الرجال لا تسمع عن الرجال. الله أكبر، جميل. والثانية افتح بابك وقلبك للمواطنين. والثالثة لا تفرح بزلة ولد الحمايل. أرجوك عدها. أنا والله أنا أقولها الآن وأقشعر جلدي والله العظيم. والله. قال له يا خالد الأولى اسمع من الرجال، يعني لا جاك الإنسان مثلا حكوا في فلان لا تسمع الكلام، جبه خذ منه الكلام. اسمع من الرجال ولا تسمع عن الرجال مباشرة. والثانية افتح بابك وقلبك للمواطنين. جميل. والثالثة لا تفرح بزلة ولد الحمايل. الله أكبر. يقول والله هذه القصة ترى رواها لي قريب، يعني يمكن من 5 سنين أو 6 سنين. والله حكمة. نعم. والله يقول حكمة. فما زال يقول الأمير خالد يقول ما زلت أعمل بها إلى اليوم. فهذا يا طويل العمر بلا شك أنه قامة مثل الملك سلمان الله يديم عزه، وأخذها من والده. ما أخذ هذا الكلام يعني إلا أول شيء من واقع تجربة عاشها. والأمر الآخر والمهم أمر عاصره رآه في والده ورآه في الملوك اللي سبقوه، وكذلك يعني موروث تاريخي. وكذلك حتى في قصة أخرى ما أدري أنا عاد تعرف أمر له شجون. طبعا للملك عبد العزيز الله يطيب ثراه، طبعا نقلت عن الملك عبد العزيز أنه في يوم من الأيام كان عنده ضيف، استقبل ضيف أحد حكام الخليج العربي، فكان طبعا يستعرض الجيش أمام ضيف الشرف طبعا اللي هو الحاكم. فهذا الضيف سأل قال يا عبد العزيز وشلون قدرت توحد أبناء القبائل في الجزيرة العربية؟ قبائل نعرفهم ما يسخرهم إلا اللي خلقوا، وشلون قدرت تسخرهم؟ قال يا طويل العمر تشوف الرجال اللي شايل مبيرقي، اللي شايل البيرق ذا وسط الجيش؟ قال لي بالله شوف هذا. قال هذا ولد عجلان اللي ذبحت في المصمك، شوفه اليوم شايل مبيرقي. يا سلام. أنا اللي سويته صديقي أكرمته وعدوي احتويته. وهذه حقيقة وهذه سر صحيح نجاح الملك عبد العزيز. وكذلك حكام الدولة. لو تجد حتى في تاريخ كل حاكم من حكام الدولة السعودية سواء الأولى أو الثانية أو الثالثة تجد أنه له قصة. صحيح. في الإكرام وفي الاحتواء وفي العفو عند المقدرة. صحيح.